هذه أرضنا ورانا عايشين فيها، والشعب تاعنا راه عايش في أرضه مهما كان ثمن، وما نسلموش فيها حتى النصر وإلى الاستشهاد. يطرح يدخلنا في الموضوع ويعطينا كيفاش 300 مغربي كيرحلوا من الجزائر للمغرب. يلا بحري السلام عليكم، انس بومليك السلام عليكم. ما كاينش بوس ما كاينش، بوتين ما كاينش، دكتور كنطلعوا دابا كيف شحال الطلبات يا اخوان، قسما بالله الى العشرات ديال الطلبات ما كاين والو. احمد زيد واحد طلع، احمد هذا زيد. احمد السلام عليكم. احمد الجزائريين طلعوا الجزائريين، اللي جزائري يطلع. هاد السيد كيقوم بروباغندا المخزنيه تكسرات فيها ما يدار خويا العزيز. فيها. وانا كنقول لك انا دابا لحقاش يعني بنادم اللي كيهضر بزاف وكيقولوا الجزائر ما فيهاش ولا شي حاجه، الاغلبيه ديالهم راه الناس اللي ساكنين في الرباط ولا في جديده ولا في هذوك القنوته اللي اصلا هما ما عمرهم مشاو للجزائر. خاصك تمشي باش تشوف، باش انك تهضر، فهمتي؟ هما الجزائر بداتو ماشي اغلبيه، وانما الاغلبيه ما كيبغيوش يخدموا في كونستركسيون، هما ما كيبغيوش يخدموا. الجزائري لابس مزيان ما كيبغيش يعني ما كي هو ما ماشي ديك، يعني هو ماشي داك بنادم اللي كيخدم يعني بالجاهليه ديالو، يعني يمشي لك الكونستركسيون ولا يمشي يحفر الفوسا، ولا هو ما يبغيش هذاك الشيء، فهمتي؟ الاغلبيه ديالهم يعني كما بغا نقول لك كيبغيو يخدموا خدمه بارده، فهمتي؟ خدمه سهله، ما كيبغيوش يدمروا، فهمتي؟ ماشي ديال تماره. بمعنى انه الجزائر فيها ما يدار خويا العزيز. فيها. وانا كنقول لك انا دابا لحقاش يعني بنادم اللي كيهضر بزاف وكيقولوا الجزائر ما فيهاش ولا شي حاجه، الاغلبيه ديالهم راه الناس اللي ساكنين في الرباط ولا في جديده ولا في هذوك القنوته اللي اصلا هما ما عمرهم مشاو للجزائر. خاصك تمشي باش تشوف، باش انك تهضر، فهمتي؟ هما كيهضروا لحقاش غير على داك الشيء اللي كيتعاود ليهم وصافي. اما الا بغيتي تسول وتعرف مزيان على الجزائر، سير سول لك ديال الشرق، سير سول لك ناس بوعرفه وجده السعيديه، وغيهضروا لك على الجزائر وغيهضروا لك على العلاقه بين الجزائر والمغرب، وغيهضروا لك على كل شيء. وبالنسبه لواحد النقطه تهضرات على الدري، تهضر لها على الدري على الماكله. الاخوان نقول لكم كاع بلا ما تمشيو تطلعوا للجزائر، مشيو غير لبني درار، بني درار تندرارة تمايا راه تاكلوا غير الماكله ديال الشرق كامل عايش بالماكله ديال الجزائر. والله الا السوق د بني درار كاين تما واحد السوق، والله الا الاغلبيه الماكله هاد الكونتراباندو تما كتحط وكتباع جايه من الجزائر. انا كنعرف بنادم تما كنا كيمشيو ب19 يمشيو يجيبوا المازوط من تمايا وكيجيبوا الماكله وكتباع تمايا. وانا بذاتي انا كنت في بورصاي حدا عنابه، حدا سميتو حدا السعيديه. انا دخلت كاع دخلت الجزائر، يعني كنعاود لك لحقاش انا دخلت تما، كنت تما اصلا، فهمتي؟ ماشي شي واحد اللي كيعاود لك لحقاش ما عارفش ولا. انا كنت تما وكنعرف الدراري كاينين تما وكنعرف، انا خدمت تما القبص كما قلت لك البارح تما. وشحال باش تخدموا في القبص تما تقريبا؟ شحال بالاورو تقريبا تما انا كنقول لك في 2005 2004 2000 حتى 2006 تما كنا كنخدموا ب 300 درهم. 300 درهم يعني تقريبا 30 الاورو. هذه في 2005. القبص والزليج كتخدم مزيان. 30 اورو 30 اورو اخويا في 2005 راه ما كانتش حتى في اسبانيا. وهاد اللحظه ما كايناش في اسبانيا اخويا العزيز. هاد اللحظه راه كاين ناس خدامين والله الا كاينه النهار تمايا ب 30 الاورو ديالك في الجزائر في 2005 2004 2005 2006. والاغلبيه ديال المغاربه اللي كيدخلوا تما غير باش يخدموا اما في الزليج كيكونوا يعني سبيسيال، فهمتي؟ يعني معلم في الزليج ولا في القبص ولا هكذا كيخدموا تمايا. وكاينين عاوتاني الناس اللي كيمشيو للجزائر على سبب الحرقه، ولكن قبل ما يحرقوا كيبقاو تمايا خدامين في القبص ولا المهم في كونستركسيون الاغلب ديالهم. بمعنى كيجمعوا الفلوس في الجزائر عاد كيمشيو.
الاغلبيه كيمشيو يخدموا، ماشي على شي حاجه اخرى، انه يعني كيمشيو باش يخدموا تما نيت، صح. ماشي. ولا بغيتي تعرف راه الناس ديال، اما الناس ديال الجنوب الشرقي ولا الاغلبيه اللي كيطلعوا تما للجواه الشرق باش يخدموا، وكيطلعوا حتى هما لسميتو، وكيطلعوا حتى للجزائر، فهمتي. لحقاش الا كتسول شي واحد من الرباط ولا شي واحد من، يعني من المهم دوك الجواه نتاع الجديده وكذا، هذوك الناس راه ما كيعرفوش، هذوك الناس راه غير كيهضروا على داك الشيء اللي كتعاود ليهم، اما باش تعرف مزيان علاش كيمشيو، ولا واش مزيانه الجزائر، ولا واش فيها شي حاجه، ولا واش خاصهم شي حاجه. سول الناس اللي مشات، الناس اللي راها تما، ولا الناس د الشرق، الاغلبيه يقولوا لك الهضره اللي كاينه، فهمت. ماشي وعلى الماكله ولا على شي حاجه. نقول لكم واحد الحاجه والله الا بنادم جزائري، يعني الشباب الاغلبيه ديالهم لابسين علينا حنايا المغاربه، انا نقولها لكم جزائري سيمبلي دائما ضارب حطه، لابس مزيان، ما كياكلش كاع الدق، انا نقولها لكم نهائيا. وعلى الماكله كاع بلا ما نهضروا، لحقاش الاغلبيه الشرق، شرق المغرب عايشه بالماكله تكون طرابندو الجزائر، فهمتي. هذا واقع، وواقع عمر. يعني واش النظام مزيان ولا ما مزيانش ولا كذا، هذيك حاجه اخرى، وانما الواقع هذا هو الواقع اللي كيعيشوا سميتو داك دانون، هذاك هيرنيس. انا نقول لك واحد الحاجه، عرفتي داك هير كتعقل على واحد داك هيرنيس اللي كان كيتباع، وبربي العزيز الا هذاك مليوح وعلى رقبتي، يعني على والو فهمتي، كتاكلوا تما في هذاك الجزائر. والله الا كنت كنعقل في المغرب كيدير ما نعرف شحال، واش 3 دراهم ولا 4 دراهم، والله الا كيدير تما عاقل عليه. يعني وخلي عليك دانون، وخلي عليك داك الشيء كامل، فهمتي. يعني راه يعني الماكله والله الا كاينه صراحه الله، فهمتي. هذا الشيء هذا واقع، بعنا بنادم واكل لابس مزيان، هذه يعني مصادق عليها، فهمتي. وبنادم اللي كيمشي تما كيمشي يخدم صراحه، فهمت. صحيح. هذا هو الواقع. يعني انا ما نهضر لك على السياسه ولا على شي حاجه، كنهضر لك على الواقع، باش يعني غير بتعرض باش يفهم بنادم شنو كاين تمايا. وكنقول بنادم عوض انه ما يبداش يقول شي حضره اللي ما شافش بعينه، يقدر يمشي يطلب فيزا، يمشي شي واحد كاع يورينا شنو كاين تمايا، وراه غيشوفها بعينه، فهمت. صحيح. ربي يحفظك خويا العزيز، شكرا لك على كلمه الحق. هذه راه شهاده الحق، غادي نمشي بها قدام الله، شهاده الحق ديالك غتمشي بها قدام الله، وغتجازي عليها، وغتاخذ عليها الاجر. لانه كل من يرتكب الفتنه هنا ويحاول التشويش ويحاول الكذب على الجزائر بانهم كيعيشوا الجوع وكيعيشوا الفقر، فراك كسرتي ليه البروباغندا ديالو. هذا مغربي. شكرا لكم الاخوان، تحياتي لكم، الناس كيدعموا بالقلب، راه كنشوف راه كتدعموا كلكم بالقلب، تحياتي لكم. استمروا في هذا، اللي ما دعمش بالقلب يدعم بالقلب. بحال هذا السيد هذا ما شاء الله عليه مغربي، كينسى داك الشيء اللي داز عليه، كيعود كيتفكر بان الجزائر هي اللي حرمته من المعيشه، ودائما كيطلع كيسب الجزائر. اما الانسان الحقاني، والانسان اللي راجل، والانسان اللي ما كينساش الخير ديال واحد الدوله كالجزائر اللي وقفات معاه في وقت الحزه، وكلا وشرب منها، شرب حليبها، وكلا خبزها. الراجل هو اللي ما كينساش الخير ديال واحد الجهه. تصور معايا ملي كنقول لك الخير، راه ماشي كنقول لك تقول لي غنشريها بفلوسي، حتى انا راني في فرنسا كنشري بفلوسي، ولكن الجزائر كتوفر عليك شي حاجه ما وفرش لك النظام الملكي. الجزائر وفرت لك الحق في العيش الكريم. اول حاجه، اهم حاجه العيش الكريم. ملي كنقول لك العيش الكريم راه نتكلم لك على المازوط والليسونس. ملي كنقول لك العيش الكريم نتكلم على المازوط والليسونس. المازوط والليسونس كترخص لك كلشي، الا عندك المازوط والليسونس والغاز رخاص كلشي كيرخص، المعيشه، المواد الغذائيه، كلشي كيرخص. بسبب الجزائر. شوفوا دابا بعد اغلاق الحدود الجزائريه واغلاق الحدود ديال مع اسبانيا مع سبته ومليليا، كيف اصبح الشعب المغربي يعاني. ماشي سلف وقيل الاخوان. لا 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 لا، انا نبغى نقول لك خبر ونهود، مانيش قاعده كاع طول. عندي وحده بحالك، ياسين، وحده عندها المخزنيه، هو العمل اللي كنديروا فيه دابا. اخوان ما تنساوش بيلو من الاشتراك، الاخوان بيلو اشتركوا معاه. وياسين انت كتكسر البروباغندا المخزنيه، يعني كتكسر كما نقولوا في الصوص، بروباغندا صوصيه. يعني ربي يقدرك وربي يجازيك، راك في حرب مع الصوص. عاونوا ديما خوكم ياسين بالتكبات وبالبارطاج، لان الصوص لما تقول المخزن كتقول الصوص، هما اللي مديرين عليه حمله تاع سينيال في اليوتيوب، في الفيسبوك، في اي حاجه. يعني انسان واحد
حطمهم. يعني تخيل كان كاينين 10 كيما ياسين. اذا دعموا خوكم، ما تبخلوش عليه تكباس قلب اشتراك، ماشي قال هدايا ولا هو ما طالب الهدايا لا والو، الا نحفظوا له اللايف تاعو. وما تنساوش خوكم بيلو بالابينو. سلام. ربي يحفظك خويا بيلو، تحياتي لك. شكرا لك اختي سلاف. لا اختي سلاف، لا انت لا. قلب اشتراك يكفي، الله يجعل البركه. قلب اشتراك يكفيني انا، من عند اي واحد، اي انسان حر جزائري مغربي ريفي صحراوي. وتحيه الاخ الصحراوي اللي صيفط لي قلب اشتراك، ربي يحفظه. سولوتير، شكرا لك. قلب اشتراك هو اهم حاجه باش لانه راكم عارفين الاخوان، تيك توك خدام على هادشي، خدام على هادشي. تيك توك خدام على هادشي، باش نكونوا واضحين. شكرا لكم الاخوان اللي كيديروا قلب اشتراك، ربي يحفظكم. كوكو، سوفاس، المهم اي واحد كيدير قلب اشتراك يا اخوان شكرا ليه، لانكم بدعمكم بالقلب اشتراك راكم كتعاونوا اللايف مزيان، كتوقفون على رجلينا الاخوان. كنبقاو واقفين على رجلينا ومستمرين معكم. راه يوم امس شنو داروا لي؟ قسما بالله داكشي دار لي انا، ما دارش شي واحد اخر في هذه المنصه ديال التيك توك، لانه كنضرب ليهم الواقع ديالهم. راه كاين منصات ولكن ما كيضربوهمش غاديين. انا المنصه ديالي يا ابن عمي، انا البارح طلعت مع بوسماحه، مع بوسماحه، ما جيتش نكمل الجمله ديالي طيروني. مشى ليا كونت، عاود دخلت بكونت اخر، ما جيتش نكمل، ما جيتش حتى نتكلم، باقي ما تكلمتش، طيروني. علاش؟ الله اعلم. صافي راه نخبطها بنعسه ونعس صافي، باش عرف بانه داكشي داير ليهم انا، ما ديروش ليهم شي واحد في التيك توك. هذا هو خي يكون لايف عندي فيه 100 راه كيهبطوا لي اللايف يكون فيه 100 كيهبطوا، لانه كنضرهم بزاف. اخوان الموضوع ديالنا الاخوان هو حول ترحيل 300 مغربي بدون اوراق من الجزائر. وتقدر اننا نفتحوا اللايف للجميع، ولكن اخوتي الجزائريين ما تطلبوش بزاف. اخوتي الجزائريين ما تطلبوش بزاف. اخوتي الجزائريين نديروا جزائريين ومغربي، نديروا جزائري ومغربي، جزائري مغربي باش نعطيو المساحه لكلشي. ما تطلبوش الجزائريين بزاف. يلا ماكش راح تلقى الان لايف مغربي، جاست مغربي ياسين، لما تمد المجال الجزائريين ما يطلعوش المغرب. ونطلب من اخواني الجزائريين يناقشوا باحترام باش اللي يطلع من راه ما يطلعش يسب. نجوى. السلام عليكم. عليكم السلام اختي نجوى. لاباس عليك خويا؟ صحة لاباس؟ بخير الحمد لله الاخت الكريمه، مرحبا بك. قلتي ترحيل 300 مغربي بدون اوراق من الجزائر. دابا وجه لابوبو، انت متاكد من هادشي اللي كتقول فيه؟ اختي لا متاكد يا لابوبو؟ وجه لابوبو وجه. شوف المستوى ديال الناس اللي باغيين يناقشوا معنا. شوف ما تلقاش شي واحد. سيري قلبي دوزيام، قناه دوزيام ديالك، وشوفي شحال من مهاجر مغربي كاين في الجزائر. 700,000 مغربي. رجلو مشكله صاحبي. وجه لابوبو وجه، وانا وجه لابوبو وسيدك وجهاش. مشكله صاحبي، صاحبي مشكله. ناقشوا معنا صاحبي، عندكم شي حاجه ناقشوا معنا، ما عندكم والو، بلا ما تجيوش بقاو تبرزوا راسنا. اخويا ياسين شحال وانا كنتسنى طلعنا صاحبي. كي داير؟ بخير؟ عرف راسك خويا. بخير الحمد لله. معاك نور الدين من ناظور اخويا، ماشي عياش. مرحبا بك. والله اخويا لا اش غنقول لك، نهضروا على داك الموضوع ديال ديك القاصر اللي تعداو عليه دوك العناوات. لا خويا بلا ما نهضري على الموضوع، باش ما نهربوش على الموضوع خويا العزيز. غيطلعوا بقاو يهضروا على القاصر. هضرنا دغيا جوج كلمات عليه وغندوز الموضوع الترحيل. اللايف غطيح لي اللايف، ما بغيتش نتكلم على القاصر وكذا، ما بغيتش نتكلم على الموضوع هذا. نهضروا اخويا على الترحيل. ودابا مشى بقى فيه الحال ملي نسمع 300 مغربي عندهم اقامه قانونيه ورحلهم. هادو راه حراقه، ومن حق الجزائر تجري عليهم اخويا ياسين. والله اخويا ما عرفت كيحرقوا اخويا في نظرك. علاش المغاربه كيحرقوا الجزائر؟ كيحرقوا هربا من الفقر. دابا اقسم لك بالله تكون الحدود دابا محلوله بين وجده والسعيديه والجزائر، كلشي غيهرب. والله لا بقى شي واحد تما في اتجاه الجزائر، والله تيهربوا بالله. ولكن عندهم طوابير. والله دوري عندهم طوابير اصاحبي. حتى سمي طوابير. واش انا نصدق انا الاعلام ديال المخزن اصاحبي؟ واخويا ياسين الكارثه خويا. هذوك الفيديوهات راك شتيهم اللي في السعيديه، اللي هادو اللي كيهزوا الرايات ديال بني صوص وكيستفزوا بهم خوتهم الجزائريين من اللي زعما. وتصور انت كتهز الرايه ديال العدو الحقيقي ديالك الخفي وكتستفز به الناس، كتستفز به الجار ديالك مسلمين. المشكل فين كاين؟
صحيح. اقسم لك بالله اخويا ياسين، والعياشه غيعقلوا على كلامي الا عقل الا تسجل هذا اللايف وعقل على هذا الكلام. شتي دوك باني صوص والله اخويا صافي راه البلاد الداوه. لهنا 2030 ما تبقاش شي عرق ديال المغاربه، انا كلشي غيمشي. صحيح. البلاد اخويا والله تبعوها. طرادوري خويا العزيز. وي نعم خويا. تكلم لنا غير شويه ملي كانت مفتوحه الحدود، الا كنتي كبير شويه في العمر تكلم ملي كانت مفتوحه الحدود ديال الجزائر مع المغرب، كيفاش كان كيعيش الشعب الناظوري تما وبركاني وزيو وهاد المناطق، كيفاش كانوا كيعيشوا؟ كانوا عايشين بخير اصاحبي، كانوا يشريو المازوت ب 70 ريال 4 دراهم الا عقلتي صاحبي، ليسونس موجود وكلشي المواد الغذائيه كلشي داخل مزيان، كلشي تقريبا رخيص. دابا تصور دابا اسبانيا دات لك سبتهم ليليا وسدات عليك، الجزائر سدوا عليك، صافي بقيتي هنا سجن بدون اسوار. هو المغرب دابا حاليا. دابا العياشي دابا كيسحب له هذا الصالير، هذا السميك اللي كيشد ديال 3000 درهم كيسحب له. دابا الجزائر قال لك 1800 درهم. الجزائر كتشري كيديروا المازوطه ب 25 ريال ولا ما عرفت شحال المغربيه. حتى ديك 2000 حتى ديك 2000 درهم راه ما كايناش في الجزائر اخويا العزيز، رانا دوزتها. راه عرفت الناس اللي عندهم عرفت راه كنعرف 10000 و 8000 ديال الاورو في الجزائر. كنعرف ناس تما والله اخويا، كنعرف ناس تما خدامين وجاو هنا قال لك اخويا والله اخويا الخلصه تما الا مضوبل على المغرب 10 مرات في هذا الشيء ديال الزليج والقابس وتنجارت هذا الانسان اللي كيتخلص اخويا. واحد السيد قال لنا 30 اورو، غنسمعوا المغربي قال لنا 60 اورو في النهار الواحد 60 اورو. الا جينا نحسبوها غنلقاوها واحد 1500 ولا 1600 اورو في الشهر. راه تبارك الله نقولوا غا 12000 اورو في العام. ما غاتش اخويا ياسين. الا عندك شي معلومات على الجزائر دابا السكن تما في الشوقه، السكن الاقتصادي شحال دايره بالاورو؟ شوقه اقتصاديه ما عنديش معلومه. يقدر يعطيها لك بيلو الشقه الاقتصاديه شحال دايره في الكري الايجار اخويا بيلو؟ ياك الايجار كتكلم عليه رجوي؟ لا البيع بشحال كتباع تما شوقه؟ الاجانب ما كنظنش انهم كيبيعوا الاجانب، كيبيعوا واقيلا غير ولاد البلاد. لا المواطن الجزائري بشحال كتباع له شوقه تما؟ غنسولو بيلو خويا بيلو بالاورو الا كان ممكن. السؤال شحال تشري شقه اف 3 وي بالاورو؟ تقدر شوف خويا على حساب المناطق، تقدر ب 20000 اورو تشري وحده هنا. يعني تصرفها دينار تقدر تشري هنايا ب 25 ب 30. ماكس الغاليه ب 30000 اف 3 الغاليه فيهم 30000 يعني في شي موقع واعر وزوين هذا. تشري بلاصه مليحه مثلا في مدينه كبيره تجيب 30000 تجيب اف 3 شابه تكون فيها من 80 حتى ل 90 متر 87 85. ايوا انا خويا راه كتشري شقه في الخلا كيبيعوها لك ب 30000 اورو هنا في المغرب. مشكل وهذه كيدير مع المقاوله. كاينين عندنا حنايا تاع لا ديال وعندنا بزاف هادو الصفات هادو كما نقولوا تاع الدوله، فيها تعاونك الدوله مثلا دير مع مقاول وانت ما استفدتش من السكن الاجتماعي اللي تمدوا الدوله للناس اللي محتاجين. يعني تعاونك تدير القسمه تاعك يعطيوك كما نقولوا 3000 اورو يعطيوها لك تعاونك بها، واللي موظفين يزيدوا يعطيوهم حتى كريدي. كاين بزاف السكنات اللي عندنا، كاين بزاف، كاين اديال، كاين LSP، كاين بزاف هادو من اللي الدوله تعاونك فيهم وتسقام لك. يعني تسقام لك باطل. انا كنت خدام في الاو بي جي هي تاع اللي تمد السكنات، كنت خدام فيها نمد المفاتح للناس يجيبوا لي يعني لوطوريزاسيون الورق هذوك باش يدخلوا. كاين اللي تسقام لهم 200 كما نقولوا ب 10000 ب 12000 اصل الدوله عاونتهم. الدوله عاونتهم رخيصه صح. هنا يعني في قسنطينه في المدينه الجديده وكاين اللي باطل تاع السوسيال، وتشوف تاع السوسيال اللي يسكنوا فيهم باطل. سكنات اجتماعي خويا ياسين، انا سكنت الناس في 2015 2016 قبل ما نخرج لاوروبا. انا كنا نسكنوا في الناس الديار ما شاء الله من الداخل ديق الومنيوم، البيبان، الدوش مخدومين بالزليج بانينهم الاتراك مع الجزائريين. شوفهم ما شاء الله خويا ياسين بالمجان باطل. واحياء كبيره، احياء يمدوا بال 700 بال 800. بيلو الكارثه اللي وقع عندنا في البلاد حاليا، هاد الناس اللي ريبوا اليوم هاد الاحياء السكنيه، تصور انت عندك دار بالوراق ديالك وبكل شيء متيتره، كيريبوا لك وكيقول لك خصك تخلص 12 مليون، يعني 12000 اورو
باش تمشي باش يعطيوك شقه تصور تمريبين لك دار وخصك تخلص 12 مليون باش عاد تسكن. لا يعقل هذا الظلم هذا صاحبي، راه هادشي والله اخويا هادشي اللي كيتقبلوه العقل. شفت ياسين هاك وتمد وارث 10000 اورو باش تم يقولوا تمد 10000 وتمشي تكري وتستنى حتى توجد لك السكن تاعك. ولكن السكن وتمريبين لك دارك اصلا، دارك انت اصلا مريبينها لك، راه خصهم يعطيوك تعويض بلا ما تخلص والو. عليكم السلام خويا الباتري. حنا عندنا عده صيغات تاع سكن اخي، كاين المجاني وكاين اللي ديرها بفلوسك اللي يكون الخلاص تاعهم يخلصوا مليح، والمتوسطين الدخل هذوك تعاونهم الدوله، يعني تقام لهم ثاني كما نقولوا 70% من عنده و30% تعاونوا فيها الدوله. ممكن لا باتري يزيد يشرح لك اكثر احسن مني. السلام عليكم. صحيت خويا بيلو، تحياتي ليك، تحياتي خويا ياسين. عليكم السلام. الاخ رجاوي، تحياتي لك والاخوه المستمعين. انا نظن بيلو كان بعيد ما سمعش السؤال ديالك طرحته من الاول، على بها طلبت انا بيلو كان يخدم في مصلحه كيف يعيطوا وكاله الترقيه العقاريه، يعرف هذه الامور احسن مني وما ما نقدرش نعرف احسن منه، ولكن هو ما سمعش السؤال تاعك من الاول لما طرحته. الاخ الرجاوي نظن قال شحال ثمن تاع الشقه الاقتصاديه، السكن الاقتصادي. لا وبيلو ما سمعش السؤال هذا من الاول. شوف حنا في الجزائر كاين، انتم عندكم السكن الاقتصادي، حنا عندنا السكن الاجتماعي. هو نفسه ولكن التسميه تبدل. وين السكن الاجتماعي؟ هو صح. حنا عندنا السكن الاجتماعي. السكن الاجتماعي في الجزائر باطل. سمعتي شنو كيقول؟ السكن الاجتماعي اخويا لاباتري، السكن الاقتصادي ها ياسين الكارثه. ياسين اخويا لاباتري، واحد دقيقه، عرفتي الكارثه فين كاينه؟ انت ملي كتسلم ديك الشقه خصك تعاودها كامله ازيرو، تخسر عليها عاوتاني فلوس ديال شقه اخرى يلا تصلح لك السكن. شتي المشاكل فين كاينين؟ فهمتك. شوف باش نتفقوا، كاين كيما عندكم في المغرب كاين درجات، كاين السكن الاقتصادي ومن بعد يجيو تاع لي بروموتور تاع المرقين العقاريين كيما في الجزائر. حنا في الجزائر الفرق كاين في السكن الاجتماعي، فيه درجات. كاين الدرجه الاولى نتاع الناس اللي ما عندهاش الخلصه مليح، اللي تدي السميك. الناس اللي تدي السميك كامل ساكن اجتماعي باطل 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 باطل، ما تسلك والو. تسلك يا ربي واحد 100 اورو 100 اورو باش يعطيوك المفتاح، شغل يبيعوها لك ب 100 اورو وتولي تسلك كل شهر الحقوق نتاع التسيير هذيك نتاع النظافه ونتاع الماء وكذا. تخلص في الشهر الله اعلم واحد 2.5 اورو، 25 درهم تاع الصيانه وكذا. هذا مكان. ومن بعد تجيو الصيغ الاخرى اللي هضر لك عليهم الاخ بيلو، فيه البي بي ولا تاع الدوله هادو البي بي ال اس بي، وكاين عدل هادو نتاع الناس كل واحد كما يقولوا القيمه ديالو ولا المستوى المعيشي، الطبقه اللي ينتمي ليها. كاين اللي يسلك بين مثلا بين السميك حتى ل 500 اورو مثلا، يدخل في هذه وعنده اعانه من عند الدوله. مام حتى اللي يسلك اكثر من السميك يدي اعانه من الدوله. كاين اللي يدي 120 مليون، كاين اللي يدي 170 مليون. وكاين صيغه اخرى اللي ما يعرفوهاش الناس، مثلا كي تروح تبني انت تسكن في الريف وتسكن خارج المدينه ولا عندك ارض خارج المدينه، الدوله تعطيك 70% من الشيء اللي تبنيه. الدوله تعطيه لك باطل فابور وتوصل لك الغاز وتوصل لك التريسيتي. اسمع الكارثه اخويا لاباتري، اخويا لاباتري اسمع الكارثه في المغرب. فاش كتمشي تسلف من البنكه، تصور ديك البارتما الثمن ديالها هو 25,000 اورو، ملي كتسلف من البنكه كتقام عليك ب 50,000 اورو. شوف المشكل، يعني هما مريبين لك دارك وكيمشيو يسلفوك وكيزيدوا عليك عاوتاني ثمن شقه اخرى. شتي المشكل فين كاين؟ هاد الدوله كتحلب في الشعب، حلب 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 كتمشي للقبر. شوف انا 25 نعطيك المثال هذا ونهبط باش نخلي الكاس. كاين اخويا يحبوا يهضروا. انا صالح انا 25,000 اورو شريت شقه مطله على البحر، مبنيه في 2018 بلاسونسور في الطابق السادس، جديده وكل المواد اللي فيها الداخل يعني بالزليج، وفيها الكوزينه اميناجي ومطله على البحر الابيض المتوسط. نقول لك في مدينه ساحليه ب 25,000 اورو شريتها.
انا تسمى انا ما عنديش سكن اجتماعي لانه الخلصه ديالي زايده شويه. شريتها 25,000 اورو، فيها 83 متر مربع، الماء سخون الماء بارد، وعندي فيها كل شيء غير ندي الماطله باش نرقد والمغارف باش ناكل وخلاص. هذا باقي خمسه يا ودي انا مطلة على فاضل البحر. كون جيتي في المروك وتشوف. مطلة على البحر، ماشي بعيده نشوف البحر بلا جمال. كاين نحب نشوف الموجه اسكو كاينه، نطل من البالكون نشوف اسكو كاينه الموجه ولا ما كاينش، يا نهبط ولا ما نهبطش. المغربي الا بغيت تشوف شنو كاين في الموجه خاصك واحد 100,000 وياسين ولا 120,000 اورو. ياسين الله ياك عارف اكبر. شكون شد المغرب ماشي العقار في ديال المغرب؟ المغاربه، هذا الشيء اللي مازال ما فهموش. ياسين ملي دخلوا هاد باني صوص راه حتى الناس اللي في العربيات وفي الدواء راهو الناس بناتهم مشاو يريبوا لهم ديورهم وبعاد على المشاكل ومشاو يريبوا لهم الديور صح. شتيهم ياك؟ صح شتوم. نشوفوا الاخت. شكرا لك شكرا اخويا الله ياسين، يحفظك. الله شكرا لك يجزيك خويا من العياشه. حضي راسك اخويا، حضي راسك اخويا، الله يحفظك. شكرا شكرا لك بارك الله لك اللي زغرطت عليه موجين عندي. شكرا لك خويا رجاوي، تحياتي لك. ندوزو الاخت سلام فاتي ولدي. فلور. السلام عليكم اختي فاتي فلور، مرحبا بك اختي مغربيه. سلام ولدي ياسين، مرحبا ولدي بك. بيلو، والاخ اللي كان هنا كنسلم عليه وكنحييه، وكنحيي الاحرار، وكنحيي خوتي الجزائريين وموريتانيين صحراويين كما القاعده ديالي، والمطبعين الله ينعلهم ويخزيهم. واخا ولدي، هذا السيد اللي كان يتكلم، حتى انا الكومونتير جيت نكتبو ما كاينش كيفاش. كان يهضر على السكن الاقتصادي. اولا حنايا شركه سيدنا هي اللي كتبني لنا، كتقام عليها ب6 المليون، 6000 اورو ولا 7000، المهم حيت راه بحال اللي قال خصك ملي تدخل تعاود من جديد. الباب ديال الطواليت الا حليتيها خصك تعوج هكا باش تدخل، كتحلك زول لافابو بلاش، فهمتي، ولا عملوا في هذا. وباش تشريها لان الناس مساكن ما عندهم الله العظيم، المهم لا اله الا الله. لافابو بلاش خاص يكون متنقل. غسل وجهك في الكوزينه ويدك غسلو في الكوزينه، ما حيت باش تحل الباب معذب. جيرانك هما كيطويو الحوايج وجماعين وانت كتسمعهم. واخا العذاب الاليم، كتشري العذاب الاليم، كتشري مع عند سيدنا وكتعمل كريدي في البنك سيدنا. اذا بحال اللي قال قبيله، كتعمل انت ب 25 مليون او 30 ميل باش يفهموا خوتنا الجزائريين، 30 ميل 25 اورو ولا 30 اورو، كتردها ب 50 ميل، وعاد خصك تخسر عليها، وعاد ربما هو ماجي دورك باش يريبوها لك ويخرجوك. واخا ولا بغينا نبعدلو من الجزائر حيت الجزائر خايبين وما عندهمش الحليب وما عندهمش. هما عندهم واحد العقده اخرى من كوبا. كوبا واش بغيتونا نوليو فحال كوبا؟ كوبا كنقسم لك الى الدوله كتبني العماره هي على قد الحال، ماشي شي لوكس، ولكن اللهم كتبني لهم وكتكري انت، كتخلص الكرا رمزي في ظرف 20 عام كتولي ديالك. واخا هي العمار سكن اللي قال السكن الاقتصادي ديال ليطا ديال الدوله مع المده ابخي 20 طون كتولي ديالك. واخا هما في كوبا ما عندهمش هاد اللقطه ديال يكونوا عندك لي بيان، يكونوا المهم بنادم يكون عايش هاني. بحق المغاربه راه ما كيفهموش، المغاربه كيضحكوا على كوبا. وكوبا المدرسه اللي بحال مدرسه خيريه كياكلوا فيها الكليماتيزور، انا صورته بيدي فيها الكليماتيزور. واخا بالنسبه ولدين، كان عندك الموضوع هذا المغاربه اللي في الجزائر. انا حيت نهار اللي سمعت الجزائر غادي يجريو على المغاربه انا سحب لي كل شيء. ساعه دابا سمعت اللي ما عندوش الورق، يعني هاد البلاد خايبه وانت جالس فيها بلا ورق، اختي فيها فادي فلور، هذه راه الدفعه الاولى فيها 300 مغربي. ايه انا سام ديرونج با، بالعكس الثانيه خرجوا والثالثه وما شاء الله بارك الله. خرجوا فحالكم من ديك البلاد ما صالحاش، ما فيهاش الحليب، ما فيهاش العدس، ما فيهاش البنوات. اذا اش جالسين كديروا فيها وبلا اوراق؟ والناس كتجلس بلا اوراق مثلا في فرنسا، في الميريكان، في هذه شي دوله كنسميوها متقدمه. ايوا الجزائر ماشي متقدمه، والحليب ديالها ماشي بحال الحليب د المغرب اللي قال لك هذاك قبيله الجوده كيحشموش على وجههم. اش جالس كدير فيها وبلا اوراق؟ يعني كنتي واكل شارب خا بلا اوراق، الهم كيضحك. واخا الناس اللي عندهم الورق انا كنقول لهم
حيت دابا بديت نسمع انا الجزائريين كاينين شي والله العظيم الهم كيضحك. بحق انا كيف قاصني الجزائريين كنسمع شي جزائريين كيقولوا خصنا نجريو على المغاربه حتى اللي عندهم الورق. كاينين واحد جزائريين اخرين مساكن ظريفين بزاف كثر من القيس كيقولوا لا هادوك خوتنا. انا كنقول ان الجزائر ان المغاربه اللي خدامين تما بلا وراق ما ديروش المشاكل بين الخوت، ما ديروش المشاكل بين الجزائريين. اذا خدمتوا تما وكليتوا وشربتوا دابا جا الوقت سيروا خدموا في جهه اخرى. الى الجزائر ولا كاين هاد ما نسببش انا الجزائريين في المشكل مع هما كيعطفوا عليا. خصك تكون انت عندك ولد الناس، انت خصك تكون ولد الناس. انا الا كنت في الجزائر وشفت شي مشكل غيبدا انا سبابو ما نخلي الناس مساكن كليت وشربت الله يجعل البركه ونقول لهم بالسلامه ونعنقهم ونبوسهم وتجيني البكيه نبكي لان ما سخاش بجيراني وحبابي والخدمه ونمشي ونمشي ناكل كلمات خايبه اختي مني نخرج من الارض ديالو. لا نمشي لبلاصه اخرى الا ما قدرتيش تجي ولا كتبلا ديك ما سويسرا نهضرش عليهم، اجي اكدي لي على ما نهضرش على الجزائريين لانهم كليت معاهم وصرت معاهم. هذا ما نهضرش ونقول كلمات الخير. هذاك اللي دار ديك الفيديو هذاك راه خصو الحبس. انا كنت نحكم كنت دخلتو للحبس اللي دار ديك الفيديو قال لك الشاقور هذا بوغ فيغ بليزير ما عرفتش ينمن ديك ما بغيتي تنجبدو. الا كليتو اخوتي وشربتو هذا جا الوقت باش تجمعوا البلزه ديالكم لان ما تسببوش شي باغيكم وشي ما باغيكمش. هما اولى هما اللي ياخذوا لا ديسيزيون وما تخليش شي جزائري يدابج مع جزائري بسببك. كنتي جالس واكل شارب الله دابا صافي الله يجعل البركه. انا كنت جمعت القفيفه ديالي ومشيت. حشموا على عاراتكم. وانت شنو كدير جليج كدير صباغه كدير القبص ايوا هادشي يمكن لك ديرو في تونس في مصر في سير بلادات اخرين وخلي الناس تا ما يبقاوش يدابزوا هذا وديك الساعه تجي مرحبا بك. اما دابا جمع القلوع ديالك انت عندك الصنعه ديالك. انا كنت مشيت واخا. بالنسبه ولدين واخا قلتي ما نهضروش على موضوع اخر. البنوات قبيله قد سمعت ما عندهم شي البنوات ايوا يكونوا المهم خليني ساكته. يكونوا ما عندهم شي البنوات حسن ما تكونش ما عندهم شي الكرامه. حنا ما عندناش الكرامه. الكرامه مقابل البنوات اختي فاتي فلور. الكرامه مقابل البنوات نديروا هذا مقارنه. ولدين هذا العصب هما الا ما عندوش البنو دابا غدا غيحل المشكل. انا ما عارفاش القصه ديال البنو غير سمعتها. غدا غيحل المشكل بعدو وما عندوش البنو. انا شغلي هما ما عندهمش. هما سمعت ديك السوري قال كلمه طايحه في الجزائريه بنيته جزائريه لي غيزو خدموهم كيخدموا لي غيزو من المنفعه. عطاو 6 شهور بنفس اليوم طحنوه نفس وشدوا اليوم. الحانوت. سمعت شدوا غنقولوا المحل خويا ياسين غنقولوا المحل باه نقولوا المحل برافو. عطاو 6 شهور في نفس اليوم. برافو يا ولدي حيت كاينه الكرامه حيت كاينين الرجال. حنايا هذاك ملي طلعت سولاف قالت لك على هذوك راك شفت الفيديو. نعم باش غتعرفي بانه كلمه الشعب الجزائري مسموعه. ملي كيقول الشعب الجزائري شي حاجه النظام كيستجب سالينا. النظام والشعب في صف واحد. النظام والشعب ولدي في صف واحد. شي حاجه ضرت الكرامه الجزائري النظام كيتاخذ الاجراءات. هادشي اللي بغيت نوصل لبعض الناس وملي كتبغي توصلهم لهم كيقول لك انت كتطبل النظام الجزائري. كنقول لهم بان الشعب الجزائري ولا كلمه الشعب الجزائري هي كلمه النظام. وملي كيقول الشعب الجزائري شي حاجه النظام كيستجب. على عكس حنايا داكشي اللي وقع عندنا في البلاد. واخا ولدي انا قلت لك سمعت سولاف وطلعت دوات على هي قالت لك خبر. انا سمعته من عندك. سمعت الفيديو يمكن في الصباح ولا البارح جو لي بارطاجي. هنوده كيغتصبوا طفله ووريونا عندكم الكرامه وتاخذوا الاجراءات يلا بحال اللي داروا سيادكم الجزائريين. دخلوا مني دخلوا عند الجزائري بقى شاد فمك وتعلم الكرامه وخرج وطبق داك الشيء. حاول تكون راجل. حاول ديك الطفله تبقى فيك. دابا انت الطفله كتغتصب وانت كتعاير جزائري ما عندوش البنو. كتعاير الجزائري تقول له الحليب ديالك ماشي بحال ديالنا بحال اللي قلت له قبيله دوقتيه. انا الجزائر كنشوفهم ماشي خدامين. انا كندعي لهم بالتوفيق. اما ادعي له بالتوفيق ولا شد فمك. يلا نوضوا المغاربه في لي ريزو هضروا على هاد الهنوده وماشي غير تنوضوا ويحكموا عليهم بالحبس. لا خصنا يحكموا بالحبس. وديك السيلول اللي غيكونوا فيها السوارت واخا هذه ما كايناش ولكن خصنا اختي يكونوها. افاتي فلور انا راه معصبه. افاتي فلور لا خرج سيدنا غيطلق الصراحه ديالو. هادشي اللي بغيت نقول لك. ملي دخلوهم ديك هذا لا سيلول ديالهم يكونوا فيها السوار تعطيوهم من الامهات والاباء اللي تغتصبوا لهم ولادهم باش ما يكونش الخروج. واخا هذه ما كايناش ولكن تولي وبقاو حاضينهم
كيفاش تسمح؟ والا كنت عادي تعمل العفو وشي واحد دخل خطا، شي واحد مسكين غير مظلوم، شي واحد سرق شي حاجه بسيطه في شي سوبر مارشي وهادو واخا، اما شي واحد اغتصب لك طفله انت دابا هادي عليا ولدي انا دانيال معصبه ومسطيه. دانيال يلزم ننتبه بأن فيه من يريد تسويد كل هذه الفترة لتشكيك الشعب في ثقته بنفسه، لزعزعة ثقة الشعب، لإظهار الاستقلال بأنه كان تقريب خطأ. لجعل الأجيال التي لم تعرف نقطة الانطلاق تعتقد أن الخلاص هو خارج الجزائر.